الدنيا مليانة عجايب وحواديت تحير العقل. العالم واسع قوي وكل حتة منه أهلها بيتعاملوا مع بعض بطريقة مختلفة. محدش بيتجوز زي حد. أنا بحبها جنبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. ولا حد بيحتفل زي حد، ولا حتى حد بيتعبد زي حد. اربط حزامك واستعد، الرحلة مليانة عجايب. الناس هم بس طريقتهم في العيشة هي اللي مختلفة. كامت حول العالم، برنامج هيفسحنا كل يوم في بلد شكل. كامت حول العالم على راديو كامت، محطة على المحطة. على السادة المستمعين، ربط الأحزمة استعدادا للإقلاع مع برنامجكم كامت حول العالم مع دعاء حلمي. عندنا هتلاقوا غرائب وعجائب ومواقف وحقائق، منها الكوميدي والخفيف والحزين والمدهش من كل دولة من ال7 قارات. لكل بلد حكاية، ولكل حكاية شخوصها وتفاصيلها، وده دايما اللي بيميز بلد عن بلد تانية. وهي دي الحدوتة، العادات والتقاليد. العادات هي كل ما اعتاده الناس وكرروه في مناسبات عديدة ومختلفة. أما التقاليد فهي تقليد الجيل الجديد لجيل قبله، اللي هو كمان قلد اللي سبقه، ودي بتبقى في حد ذاتها أقرب للقوانين اللي يويله لو حد فكر يكسرها أو يخرج عنها، لأنها بالنسبة لشعوبهم خط أحمر. إحنا بقى هنصطاد الأغرب والأطرف وسط كوم من العادات والتقاليد ونجيبها لكم نتعرف معاكم عليها. هنبدأ النهاردة في أول حلقة وهنتكلم عن الجواز، بس مش أي جواز اللي إحنا كلنا عارفينه، لا، ده في عادات عجب بتحصل عشان يجمعوا راسين في الحلال. هنخطف رجلينا كده لحد قارة آسيا، وتحديداً الهند، اللي تعتبر الدولة الأغرب والأعجب في عاداتها وتقاليدها على الإطلاق بين كل دول العالم. وده لأسباب كتير، من أهمها إنها الدولة الأكثر تنوع في الطوائف الدينية والعرقية، وطبعاً لحضارتها اللي بترجع لآلاف السنين. ما علينا، يلا بينا نشوف بيلموا شمل الأحبة إزاي في الهند. الفرح عند الهندوس محتاج مؤلفات يمكن تقدر تنقل تفاصيله اللي ما بتخلص، لكن اللي يهمنا بقى إنه بيبقى فرح ضخم جدا، وبذكاء بيدمج الهنود بين رموزهم التقليدية على شوية طقوس عصرية يطلعوا لك بخلطة أقرب للأساطير. نبتدي بست الحسن، فبتكون في بيت أهلها بتعمل طبعا الحنة الهندية الجامدة على إيدها ورجليها وراسها، وبعدين بتلبس الساري الهندي المعروف، ولازم طبعا يبقى أحمر لأن اللون ده في الثقافة الهندوسية بيرمز للحظ السعيد. العريس بقى هو اللي بيلبس أبيض، هما كده سلو بلدهم كده. وتلبس لها العروسة قد 2 كيلو دهب، إشي حلقان على خلاخيل على شخاليل، ليلة ولا 1000 ليلة وليلة. نيجي بقى للعريس اللي بيدخل صوان الفرح على حصانه. فاكرين حكاية حصان أبيض فأبيض والجو اللي عندنا ده؟ أهو ده بقى اللي بيحصل هناك. ولازم يبقى لابس عمة في وسطها زمردة كبيرة قوي وحواليها ريش طاووس ولا شهريار في زمانه، ولازم يكون ماشي قدامه طفل صغير. حد يسألني بقى لازمته إيه بقى العيل الصغير ده؟ لأنهم بيعتقدوا إن الطفل ده بيرمز لاستمرار النسل وخصوبة العريس. الغريب بقى اللي بجد إن مفيش تورتة فرح. والله تقريبا كده بيخافوا أهل العريس يتخانقوا مع أهل العروسة عليها، فبيقولك بالها أحسن. لا بجد مفيش تورته، بيبقى فيه عيش مسقي بالحليب والعسل الأبيض. شفت الناس اللي بتوفر، اعتقادا منهم بقى إيه؟ إن كده حياتهم هتبقى قشطة بالعسل. والله. أما أغرب حاجة بتحصل في اليوم ده، عارفين كلمة إحنا بنشتري راجل؟ في الهند بقى بتبقى حقيقة مش مجرد كلمة، لأن أهل العروسة بيقدموا للعريس ثمرة جوز هند كدليل على عذرية العروسة. ماشي، سلوا بلدهم لحد كده تمام، لكن كمان بيقدموا له فلوس وهدايا تانية كتير قوي عشان يوافق على بنتهم. ومش بس كده، لا، ده كمان العروسة بتدخل صوان الفرح حانية الظهر مطأطئة الرأس كدليل على طاعتها الأبدية ليه. المصيبة الكبرى بقى إن كل اللي فات ده من صوان وفرح وحنة ومعزيم وأغاني ورقص بتبقى على حساب أبو العروسة، اللي تقريبا كده في عرفهم هو اللي بيشيل الشيلة. من الآخر يعني فرش البيت والمهر وكفة شيء في خزين البيت بتبقى على حسابه. والله. نحمد ربنا بقى إن الكلام ده في بلاد تركب الأفيال وبعيدة عن السامعين آلاف الأميال. في الصين بقى في طقس غريب جدا للجواز، بيجبر الزوج على المشي على فحم مشتعل شايل عروسته قبل ما يدخلوا بيتهم، وبيعتبروه دليل على الحياة الناجحة اللي هتجمعهم. ويا ويله بقى يا سواد ليله ويا جرسته لو العروسة اتقلبت منه، يبقى نذير شؤم طول العمر. وعلى قد ما طقوسهم القديمة دي والعادات والتقاليد بتتحكم في حياتهم بشكل حاد وقاطع برغم تطور التكنولوجي اللي حاصل في العالم كله، إلا أنهم ورثوا كمان من جدودهم حب العمل والتفاني في شغلهم لدرجة أقرب للمثالية.
نحمد ربنا إن الكلام ده مش عندنا، لكنه في بلاد التنين اللي تبعد عننا بعد السنين. احنا لسه بنسمي بالرحمن في أول حلقات كيميت حول العالم، ولسه الرحلة طويلة وما بدأتش. ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك عن أغرب تقاليد أو مواقف قابلتكم في بلاد تانية، أو حتى جوه قرى وبلاد المحروسة، ما هي كلها في الآخر عادات وتقاليد. خلصت حلقتنا، على وعد بلقاء تاني بكرة من كيميت حول العالم. كنت معاكم دعاء حلمي على راديو كيميت. راديو كيميت، محطة على المحطة. كنتم مع كيميت حول العالم على راديو كيميت، محطة على المحطة. راديو كيميت، راديو كيميت، محطة على المحطة. محطة على المحطة.